واهلا بيكم في فيديو جديد. معاكم مي شواطفي، ميك اب ارتست وفيديو بلوجر. وحشتوني جدا جدا. الاول فيديو النهارده هتحبوه لان انتوا طلبتوه مني كتير جدا على القناه في الكومنتس بتاعه الفيديوز اللي فاتت. في الفيديو ده هوريكم ازاي بعمل ميك اب لحواجبي بطريقه سهله جدا وبسيطه، وكمان هستخدم منتجات دراج ستور او منتجات رخيصه، وهوريكم ازاي برسمها بطريقه طبيعيه جدا جدا علشان لو انتي بتحبي تعملي ميك اب خفيف لحواجبك وتخرجي بيه الصبح ويبان شكله طبيعي جدا. تابعوا الفيديو للاخر ويلا بينا نبتدي. ولو انت جديده واول مره تشوفينا، احنا بنعمل فيديوز جديده عن الميك اب والسكين كير وميك اب توتوريالز ونصايح البنات والعرايس. لو انت عايزه تستفيدي ما تنسيش تعملي 3 حاجات: تعملي لايك لصفحه الفيسبوك علشان تتابعي كل الجديد، وتعملي سبسكرايب او اشتراك في القناه بتاعه اليوتيوب علشان يوصلك كل الفيديوز الجديده، واخر حاجه فولو على اكونت الانستجرام عليه كل ريفيوهات الميك اب. ولو عندك اي سؤال تقدري تسالينا على الانستجرام. ويلا بينا نبدا الميك اب بتاع الحواجب ونشوف هنعمل فيه ايه. ويلا بينا اوريكم الطريقه بتاعتي في ميك اب الحواجب. وعايزه اقول لكم الطريقه دي مختلفه جدا عن كل الناس. اول حاجه بستخدمها هي فرشه للحواجب، اي فرشه حواجب عندك، وبتبتدي تسرحي بيها شعر الحاجب، اول الحاجب من قدام وبعد كده بالجنب شويه علشان يطلع على زي ما انتوا شايفين، يعني من فوق الاول، وبعد كده بسرحه كده علشان يبقى شكل الشعر طبيعي جدا زي ما انتوا شايفين. دي اول خطوه. تاني خطوه هعملها ان انا هستخدم الماسكرا بتاعت الحواجب بتاعت كاركتر رقم 3، وهسرح بيها شعر الحاجب لفوق الاول زي ما انتوا شايفين كده. هسرح بيها الاول طرف الحاجب بالراحه جدا، وبعدين همشيها لحد الحرف، وبعدين بنفس الفرشة بتاعة تسريح الحاجب وهسرح بيها الحاجب تاني بالراحة جدا 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 كده زي ما انتوا شايفين. وبعدين الخطوة اللي بعد كده هستخدم باودر للحواجب علشان ارسمها بشكل احسن. هستخدم الباليت دي بتاعة الحواجب من كاركتر. عايزه اقول لكم الباليت دي يعني انا بحبها جدا جدا، هي دي البديل الرخيص للباليت بتاعة انستازيا بافري هيلز. هي تقريبا دي ب 400 جنيه، والباليت بتاعة انستازيا تقريبا ب 2000 جنيه حاجه كده، فطبعا دي بديل رخيص ليها جدا. هستخدم الدرجه اللي هي بتاعة الشوكليت، هاخد الدرجة اللي هي على بني، وبعدين هستخدم فرشة رفيعة جدا وهرسم خط تحت الحاجب خفيف جدا زي ما انتوا شايفين. هحدد بيها شكل الحاجب، وبعدين زي ما انتوا شايفين هبدأ احدد الحاجب كمان من الحرف بالراحة كده جدا في اتجاه شعر الحاجب. زي ما انتوا شايفين باخد الفرشة في نفس اتجاه شعر الحاجب. وعايزه اقول لكم دايما استخدام الباودر ينفع للصبح علشان بيخلي شكل الحاجب طبيعي جدا وبيبين الشعر، لكن الجل لازم يستخدم يكون في مناسبه او لعروسه، وكمان بيستخدم لو حد ما عندوش شعر في حواجبه كثيف، فساعتها بيكون بديل كويس ان هو بيدي زي كتله فبيخلي شكل الحواجب كويس. اما لو انتي حواجبك كويسه فحتى لو انتي عروسه ممكن مش شرط ان انتي تستخدمي جل، ممكن تستخدمي باودر عادي جدا. وزي ما انتوا شايفين هبدأ ارسم كام خط كده علشان ابين ان الشعر طبيعي. الخطوة اللي بعد كده لازم احدد شكل الحاجب اكتر من تحت وابينه او ابرزه اكتر، فهستخدم كونسيلر من NYX درجة اسمها فير. الكونسيلر ده اسمه دارك سيركلز وده حلو جدا انا بحبه. ده شكله من جوه. واستخدم فرشة رفيعة جدا، وكل اللي انا هعمله هبدأ اعمل خط صغير جدا تحت الحاجب علشان ابرزه اكتر وابينه واخلي شكله حلو. اهم حاجة بس ندمجي الكونسيلر كويس علشان ما يبقاش الخط باين صريح لونه ابيض. ودايما اختاري كونسيلر تحت العين يكون لونه قريب للون بشرتك لو انتي مش هتحطي فاونديشن علشان ما يبقاش شكله منور قوي، شكله يخوف كده تحت الحاجب. ونيجي لاخر خطوه وهي الهايلايتر اللي هو تحت الحاجب. خلي بالك الهايلايتر بيتحط على تلت الحاجب الاخير، يعني من اول هنا لحد هنا بس، علشان انا بشوف بنات حاطه الهايلايتر تحت الحاجب كله، فلا هو بيتحط بس من اول اللي هي الكيرف اللي هو مايل. فانا هحط هايلايتر بتاع افرة بس طبعا يعني المفروض تحطي اي هايلايتر عندك، اي هايلايتر حتى مش شرط يكون غالي، مجرد بس ان هو يدي نور تحت الحاجب ويكون شكله لطيف جدا جدا جدا.
وبس كده. وبكده اكون خلصت شكل الحاجب، وزي ما انتوا شايفين ده الحاجب اللي احنا عملناه، شكله طبيعي جدا، و الشعر فيه باين وفي نفس الوقت متحدد. وده شكل الحاجب قبل ما نرسمه. طبعا شايفين الفرق يعني حلو، بس فرق طبيعي. انا بحب جدا الحاجب تكون مرسومه بشكل طبيعي، ما تكونش بتخوف كده. او في برضو حاجه مش بحبها، البنات اللي بتقفل الحاجب خالص من هنا بقلم او حاجه. فلا، دايما لازم الحاجب يكون حرفه متفرغ. فجربوا الطريقه دي هتعجبكم جدا، ان هي تستخدموا الماسكرا الاول بتاعت الحواجب، وبعد كده تستخدموا تحددوه بجل. دي طريقه جديده وحلوه جدا، وبتخلي شكل الحاجب طبيعي كده زي ما انتم شايفين. وبس كده، يا رب يكون الفيديو عجبكم وتكونوا استفدتوا. بس اهم حاجه ما تنسوش تعملوا الفيديو ده لايك وشير وسبسكرايب. اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله على الف خير. ولو اي بنوته عندها سؤال ما تنساش تسالنا تحت في الكومنتس. واي حد عنده موضوع جديد عايزنا نعمل عنه فيديوز الفتره اللي جايه، عشان الفتره اللي جايه ان شاء الله في رمضان. كل سنه وانتم طيبين، هنزل فيديو جديد كل يوم. ادعوا لي بس ان شاء الله الحق اصور مجموعه الفيديو دي. وبس كده، اشوفكم على الف خير ان شاء الله. باي باي.